احلى متابعيني في الدنيا، اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل احلى معجنات في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده، مورقه وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمه كيلو من الدقيق نخله طبعا، عليهم باكو الخميره الفوريه، 3 معالق كبار من حليب البودر، ورشه من الملح طبعا، وهجيب دلوقتي 3 معالق كبار من السكر. تمام اوي كده اهوت، وانزل عليها بالعجان من ميه تدفي حسب العجينه ما تحتاج معايا المواد السائله. طبعا معايا 150 جرام من الزبده طبعا بغرفه حراره المطبخ، هنزل عليها كده اهوت، اعملها زي عمليه تبطين كده في نفس في العجينه يعني. تمام اوي كده اهوت. العجينه معايا زي ما انتوا شايفين لينه جدا، وفي نفس الوقت ما متلزقش. هجيب بوله كده اهوت، طبعا هلفها طبعا بكيس كده واسيبها في الجو ده تخمر، مش هتاخد زياده عن نص ساعه. تمام، وارجعوا لي تاني. تمام اوي كده اهوت. طبعا بعد ما خمرت معايا زي ما انتوا شايفين اهوت، هنزل بقى افضي الهواء منها، وهنزلها كده على الرخامه، اقسمها بس نصين كده اهوت، واشتغل بالنص التاني. طبعا النص التاني اسيبها بقى اغطيها كده عشان ما تنشفش معايا. تمام اوي كده اهوت. طبعا انا هعمله كله مقاس واحد. جه عندي طاجن كده بريكس زي ما انتوا شايفين اهوت، لفيته بالزبده، هلفها طبعا زي ما انتوا شايفين اهوت كور كده اهوت، كله مقاس واحد. تمام اوي كده اهو. نعمل واحده تاني، وبعد كده بقى اكمل عشان ما اطولش معاكم في الفيديو، وارجعوا لي تاني. بعد ما خلصت زي ما انتوا شايفين اهوت، هسيبها بقى تخمر. وطبعا نعمل شكل تاني اهوت، هلفها طبعا زي رول كده اهوت. تمام كده، هقسمها بقى كده اهوت، واطبقها زي ما انتوا شايفين كده، اعملها زي ظرف كده، افتحها من النص كده. شايفين شكل جميل جدا اهو. طبعا برضو معايا صينيه هي دهنها برضو بالزبده، نعمل واحده تاني مع بعض، واكمل بقى كل الكميه طبعا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، وارجعوا لي تاني. تمام اوي كده. بعد ما خلصت طبعا الكميه والعجين طبعا خمر معايا اهوت، عندي طبعا صفار بيضه، وحبه من الحليب، ورشه من الفانيليا. هدهن كده الوش زي ما انتوا شايفين كده عشان ما افضيش الهوا منه. وطبعا مولعه الفرن قبلها مسبقيا على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، بتاخد ربع ساعه مش اكتر. طبعا حطيتها في الفرن اهي، وتعالوا بقى ندهن برضو الصينيه التانية برضو خمرت معايا اهي. شايفين ما شاء الله عليها وعلى ريحتها تحفه. انا عندي كوبايه سيرب اهيت، عامله طبعا كوبايه من السكر على كوبايه من الميه، وفي الغليان كده وحطيت عليها ملح ليمون ورشه من الفانيليا. شايفين جميله ازاي، تحفه. وريحتها بقى مش قادره اقول لكم عليها بصراحه ربنا، خيال صراحه. تمام اوي كده اهوت. هنديها طبعا شكل كده وده اختياري طبعا. عندي صوص فراوله، دي كده رشه من صوص الفراوله اهيت. وعندي طبعا شوكولاته غامقه اهيت، بتديها بقى شكل وطعم ولون في منتهى الجمال. وطبعا شوكولاته بيضه زي ما انتوا شايفين اهوت، وده اختياري طبعا. نعمل برضو شكل برضو الفطائر التانية اللي احنا عملناها ديت، الله عليها جميلة جدا. وما خدناش من وقتنا اي حاجة، وما خدناش مقادير كتيرة يعني. لو هتدوري على المقادير دي تلاقيها عندك في البيت. يا رب عندكم الخير كله. شايفين؟ تعالوا بقى نطلع بقى قطعة كده من الجمال دوت، واوريكم الجمال بقى والتورقات من جوه عاملة ازاي، هشة وجميلة. شايفين ازاي عاملة زي القطنية، ازاي جميلة جدا. وريحتها بقى انا مش قادرة اقاوم بصراحة، هدوق اهوت، الله عليها وعلى طعمها. شايفين؟ يلا بقى يا حبايب قلبي، جربوا وقولوا له ايه رايكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى شير ولايك واشتراك في القناه عشان كل جديد، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي.